النهاردة معانا قصة مش أي قصة. دي مش مجرد ضبطية مخدرات عادية، لا، دي واحدة من أضخم العمليات الأمنية اللي حصلت في تاريخ وزارة الداخلية. فعلا. المصادر اللي معانا وأهمها فيديو توثيقي من قناة الوزارة نفسها بتكشف تفاصيل عملية قيمتها بتوصل لمليار جنيه. مليار جنيه، رقم ضخم جدا. والفيديو بيعرض كل حاجة خطوة بخطوة كأنك بتتفرج على فيلم أكشن بجد. فمهمتنا النهاردة إننا نفصص القصة دي. إزاي بدأت؟ إيه كانت التحديات؟ وإيه العقلية اللي بتخطط وتنفذ عملية بالتعقيد ده؟ بالظبط. بص، القصة دي فعلا زي ما بتقول ممكن تتعمل فيلم. اللي بيميزها مش بس حجمها لكن تعقيدها. دي تعتبر دراسة حالة مثالية في فن جمع المعلومات والمراقبة. والتنسيق التكتيكي. تماماً. والجزء بقى اللي بيخليها فريدة من نوعها بجد هو إنها حصلت على جبهتين مختلفتين تماماً وفي نفس الوقت. جابها في الصحراء وجابها في النيل. بالظبط، جبهة في قلب الصحراء وجبهة تانية في نص نهر النيل. ده مستوى تاني خالص من التخطيط والتنفيذ. طب خلينا نبدأ الحكاية من الأول خالص، من أول خيط. القصة كلها بدأت بضربة كانت تبان إنها نهاية الموضوع، لكن اتضح إنها كانت مجرد بداية. قمة جبل الجليد زي ما بيقولوا. فعلا. الضبطية الأولى كانت مرعبة. 3000 تربة حشيش وزنها 6 طن، 6 طن. وقيمتهم وقتها كانت حوالي 480 مليون جنيه. يعني أي حد ممكن يقول خلاص كده مبروك ونقفل القضية. طبعاً. ودي كانت هتبقى النهاية الطبيعية لأي قضية عادية. حجم زي ده يعتبر نجاح ضخم لأي جهاز أمني في العالم. لكن اللي حصل بعد كده هو اللي حول القصة من مجرد قضية لملحمة. المعلومات اللي وصلت أكدت إن اللي اتمسك ده مجرد عربون. وإن العصابة دي لسه معاها كميات أكبر بكتير. بكتير جدا. أكبر بقد إيه؟ المصادر بتقول إن كان لسه معاهم 15 طن حشيش تانيين. ده غير كمية كبيرة من الهيروين. يعني اللي اتمسك ده كان أقل من تلت الكمية. وهنا بقى تيجي اللحظة المفصلية، القرار الحاسم. كان ممكن جدا يكتفوا باللي اتمسك ويعلنوا عن نجاح كبير ومستحق. وده كان هيبقى القرار السهل. بالظبط. لكنهم أخدوا قرار أصعب بكتير، إنهم يكملوا ورا العصابة دي عشان يجيبوها كلها من غزورها. والقرار ده هو اللي غير كل حاجة. غير كل حاجة. حول العملية من ضبطية ناجحة لمهمة استخباراتية معقدة جدا. وهنا الخطر بيزيد قوي، لأنك لما بتضرب تنظيم إجرامي ضربة بالوجع ده، رد فعلهم بيبقى مش محسوب. بيكونوا أخطر وأشرس. بيكونوا في حالة يأس وعايزين يعوضوا الخسارة بأي شكل وبأسرع وقت. طيب إزاي بقى بتبدأ تتعقب شبكة بالحجم ده، خصوصاً بعد ما عرفوا إنهم تحت الأنظار؟ بص، هما بدأوا يحددوا هوية أفراد العصابة واحد ورا التاني. وهنا كانت أول مفاجأة. إنهم ناس عاديين. ناس عاديين جدا، شكلهم وطريقة حياتهم تخليك مستحيل تشك فيهم. ودي مش صدفة صح؟ لا طبعا، ده أكتر من مجرد تكتيك، دي حرب نفسية. العصابات الكبيرة دي بتستغل ثقتنا في المألوف. عقلنا البشري مبرمج إنه ما يدورش على الخطر في وشوش جيراننا أو الناس اللي بنقابلهم كل يوم. بيستخدموا المجتمع كدرع حماية. تماما. وده بيخلي مهمة كشفهم أصعب بكتير. وبعد ما حطوا عيونهم على الناس العادية دي، ظهر خيط تاني بس كان غريب جدا. حتة المركب دي. بالظبط. فريق المراقبة رصد واحد منهم وهو بيشتري سفينة سياحية قديمة ومتهالكة. لحد هنا الموضوع عادي، لكن الغريب إنه اشتراها بقيمة مالية ضخمة جدا، أكبر بكتير من سعرها الحقيقي. النقطة دي بتوريكي أهمية المراقبة المالية، لأن عملية زي دي ملهاش أي منطق تجاري أو اقتصادي. إزاي يعني؟ يعني بالبلدي كده، ده واحد بيرمي فلوسه في الأرض. ليه حد عاقل يدفع مبلغ خرافي في مركب خردة؟ طب مش ده غباء منهم؟ يعني حركة زي دي بتلفت النظر جدا. سؤال ممتاز. هو مش غباء بقدر ما هو جرأة وثقة زيادة عن اللزوم. هما بيراهنوا على إن محدش هيربط بين ضبطية حشيش في الصحراء وبين صفقة شراء مركب سياحي متهالك في النيل. محدش هيشك. تفكيرهم إن مين هيشك في مركب سياحي؟ لكن هنا الأجهزة الأمنية كانت أذكى منهم وربطت الخطين ببعض فوراً. المركب ده اتحط عليه علامة استفهام ضخمة. واعتمروا وسيلة التهريب الجديدة المحتملة. بالظبط. والمراقبة ما وقفتش عند المركب، كانوا بيسجلوا وبيحللوا المكالمات التليفونية. المصدر بيوضح إنهم رصدوا مكالمة بتتكلم عن مجموعة عربيات دفع رباعي جاية من الصحراء.
والمكالمة كانت بتأكد إن العربيات دي جاية عشان تسلم شحنة حشيش جديدة. يعني حتى بعد خسارة 480 مليون جنيه مكملين شغل. وده بيأكد صحة القرار الأولاني بتاعهم. قرار إنهم يكملوا ورا الشبكة دي كان في محله. العصابة كانت فعلا بتحاول تعوض الخسارة بسرعة، وده كان هيخليهم يغلطوا. وهنا بقى حصلت حاجة يعني أنا شخصياً استغربتها جداً. وردت ليهم معلومات إن نفس التشكيل ده هيهرب كمية كبيرة من الهيروين في شاحنة هتخرج من واحد من المواني. والقرار اللي اتاخد كان إنهم يسيبوا الشاحنة تعدي. إزاي ده ممكن يحصل؟ ده يبان إنه قرار عكس المنطق تماماً. هي مخاطرة، ومخاطرة كبيرة جداً. الاستراتيجية دي لها اسم في عالم الأمن بيسموها التسليم المراقب. التسليم المراقب. أيوة. الفكرة إنك بتضحي بالسمكة الصغيرة عشان تصطاد الحوت. الشاحنة دي هي السمكة الصغيرة. لو اتمسكت هتقبض على السواق وشوية أفراد صغيرين، والقضية تتقفل. لكن لو سبتها تعدي، لو سبتها تعدي وراقبتها من بعيد، ممكن توصلك للخيط الأهم. مين اللي هيستلم الشحنة؟ هتتخزن فين؟ مين العقل المدبر اللي مستنيها؟ بس المخاطرة إن الشحنة ممكن تضيع. طبعاً ممكن تضيع منك في أي لحظة، لكن لو نجحت زي ما حصل في الحالة دي فالمكسب بيكون ضخم جداً. والمكسب هنا كان إنهم وصلوا للهدف الأكبر. الهدف الأكبر اللي هو؟ المخزن الرئيسي للعصابة. بالظبط. والمخزن ده طلع حكاية لوحده. المصدر بيوصفه بإنه مش مجرد مخزن، دي مغارة طبيعية في قلب منطقة جبلية وعرة جداً. اختيار مكان زي ده بيقولك إن اللي بيدير الشبكة دي مش مجرد تاجر مخدرات عادي، ده واحد بيفكر بعقلية عسكرية. صح. هو استغل الطبيعة الجغرافية الصعبة عشان تعمل له حماية طبيعية. أي محاولة للمراقبة أو الاقتراب من مكان زي ده بتكون شبه مستحيلة. وممكن تتكشف بسهولة. بسهولة جداً. عشان كده الفيديو بيشرح إن القوات كان لازم ترسم خريطة استخباراتية لكل تفصيلة في المكان قبل ما تفكر تتحرك. فين المداخل؟ فين المخارج؟ فين نقط الحراسة؟ ووسط عملية المراقبة المعقدة دي حصلت مفاجأة تالتة، ويمكن دي الأهم. ضابط من فريق المراقبة لمح واحد من اللي بيترددوا على المكان وحس إن وشه مش غريب عليه. ودي بقى اللحظات اللي بتغير تاريخ القضايا الكبيرة. يعني عايزة الناس تتخيل معايا نفسية الضابط ده. انت في مهمة مراقبة مرهقة ومملة في قلب الجبل، وفجأة بتلمح وش من الأرشيف بتاعك. وش من قضية قديمة من السنين. بالظبط. الإحساس ده إنك ربطت خيطين ممكن يكون ملهمش أي علاقة ببعض، هو ده اللي بيفرق. ولما دققوا في بيانات الشخص ده اكتشفوا إن البطاقة الشخصية اللي بيستخدمها مزورة، ولما رجعوا للأرشيف بصورته كانت الصدمة. طلع مين؟ الراجل ده طلع متهم رئيسي هربان من قضية تهريب كبيرة سابقة ومحكوم عليه فيها. مش مجرد عضو عادي في العصابة، ده واحد من الرؤوس الكبيرة. أوه، اكتشاف هوية الشخص ده بيغير كل حاجة في المعادلة. ده بيأكد إنك مش بتتعامل مع شوية تجار محليين، لا، ده تنظيم إجرامي منظم فيه عناصر ليها خبرة طويلة. تحديد هويته ده أكيد وفر لهم معلومات كتير. معلومات لا تقدر بثمن عن هيكل العصابة، طريقة تفكيرهم، خططهم. والراجل ده نفسه اتحول من مجرد شخص مراقب له لهدف رئيسي في عملية المداهمة اللي جاية. إذن كل الخيوط اتجمعت، المركب المشبوه، المخزن اللي في الجبل، والعقل المدبر اللي انكشف. دلوقتي جه وقت إن الفخ ده يتقفل. لحظة ساعة الصفر. بالظبط. الخطة كانت هجوم متزامن على الهدفين في نفس اللحظة بالثانية. السفينة والمغارة. السفينة اللي في النيل والمغارة اللي في الصحراء. ولأن العملية كانت خطيرة جدا استعانوا بقوات خاصة من مكافحة الإرهاب. طب التنسيق التكتيكي ده بيتم إزاي عملياً؟ يعني بين فريق في النيل وفريق في الصحراء؟ سؤال مهم. لا طبعاً، الموضوع أعقد من كده بكتير جداً. التنسيق التكتيكي معناه إن في غرفة عمليات واحدة مركزية شايفة المشهدين في نفس اللحظة، غالباً بطيارات بدون طيار أو أقمار صناعية. بالظبط. بتنقل صورة حية. كل فريق على الأرض عنده قنوات اتصال مشفرة ومؤمنة مع الغرفة دي ومع الفريق التاني. الموضوع أشبه بفرقة أوركسترا كبيرة، لو عازف واحد بس خرج عن الإيقاع السيمفونية كلها بتبوظ. أي غلطة في جبهة ممكن تنبه الجبهة التانية، والعملية كلها تفشل. طب خلينا نمسك جبهة النيل الأول. المهمة هنا كانت شبه مستحيلة. الفيديو بيعرض إن قوات الضفادع البشرية سبحت مسافة 2 كيلومتر كاملة تحت سطح المية 2 كيلو متر تحت المية عشان يوصلوا لجسم السفينة من غير ما أي حد يحس بيهم.
واستخدموا حاجة اسمها أجهزة تنفس مغلقة الدايرة. دي مش أنبوبة أكسجين عادية، دي تكنولوجيا معقدة جدا بتعيد تدوير الهواء اللي بيتنفسه الغواص. يعني مفيش فقاعات هواء بتطلع على السطح. ولا فقاعة واحدة. التسلل بيكون صامت تماما، واستخدام الأجهزة دي صعب جدا ومحتاج تدريب عسكري مكثف. ده بيوريك إن الفريق ده مش قوات عادية. وبمجرد وصولهم للسفينة، أول هدف ليهم كان السيطرة على حاجتين: غرفة الماكينات وكابينة القيادة. سفينة. قبل ما المتهمين يفهموا إيه اللي بيحصل، لازم تكون كل وسائل الهروب اتحيدت. وفي نفس اللحظة بالثانية كان الفريق التاني بيتحرك في الصحراء عشان يداهم المغارة، ودول بقى كانوا بيتعاملوا مع تحديات مختلفة تماماً. صعوبة التضاريس والحراسة المسلحة. بالظبط. مهمة فريق الصحراء كانت مركبة. في الوقت اللي فريق النيل كان بينفذ عملية قطع رأس للقيادات، فريق الصحراء كانت مهمته الحصار والسيطرة على القاعدة كلها. لازم يضمنوا إن محدش يهرب. ولا فرد واحد. التنسيق بين الفريقين كان لازم يكون مثالي ومحسوب بثانية. وفعلا الفيديو بيعرض لقطات للاقتحام الناجح على الجبهتين. سيطرة كاملة. كانت عملية معقدة ومرسومة بالمسطرة ونجحت بشكل كامل. طيب في النهاية إيه معنى كل ده؟ يعني إيه الخلاصة؟ العملية دي كانت نجاح ضخم أكيد. الفيديو نفسه بينتهي برسالة واضحة جدا، بيوصف اللي حصل ده بأنه حرب لحماية عقول شباب البلد. بصي، بعيداً عن النجاح التكتيكي المباشر، العملية دي بتقدم كاستعراض لقدرات الدولة على مستويات مختلفة. استخباراتية، تكنولوجية. بالظبط، استخباراتية في جمع المعلومات وربط الخيوط، تكنولوجية في المراقبة واستخدام معدات متقدمة، وأخيراً القدرات التنسيقية بين أجهزة مختلفة. دي في حد ذاتها رسالة ردع قوية جداً. صح. لكن لو هنلخص القصة دي كلها في نقطة واحدة مدهشة، هي إزاي خيط واحد بسيط جداً وممكن يبان تافه، زي مركب متهالك تم شراؤه بسعر مبالغ فيه، يكون هو المفتاح اللي يكشف شبكة عملياتها قيمتها توصل لمليار جنيه؟ بالظبط كده. فعلا. طيب، فكرة أخيرة نسيبها للمستمع يفكر فيها. الفيديو ده بيسلط الضوء على استخدام تكنولوجيا متقدمة وتكتيكات شبه عسكرية. ده بيطرح سؤال مهم. مع تطور الشبكات الإجرامية وزيادة تعقيدها لدرجة إنها بقت بتشبه الجيوش الصغيرة، يا ترى شكل عمليات الشرطة في المستقبل هيكون عامل إزاي؟ وإزاي الخط الفاصل بين عمليات الأمن الداخلي والعمليات العسكرية ممكن يستمر في التغير والتلاشي؟